ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتوره وسام مصطفى، اخصائيه الامراض الجلديه وتجميل البشره. هكلمكم النهارده على رايي في 7 انواع غسول طبي جربتهم للبشره. اول حاجه هو شان، هو فورمته جل مناسب لكل انواع البشره، مضاد للاكسده وفيه مواد مرطبه للبشره وفيه فيتامين اي وسي، بيسيب البشره نظيفه ومترطبه من غير ما يعملها اي جفاف. تاني حاجه هو مونتا، ده برضو فورمته جل خفيف جدا خفيف جدا على البشره ومناسب لكل انواع البشره. داخل في تركيبه البنسينول والبابونج وميه الورد واللاكتيك اسيد، فبينضف البشره حلو جدا من غير ما يعملها اي جفاف، وهو فعلا خفيف كده جدا زي ما انتم شايفين. بعد كده هقول لكم على 3 انواع مناسبين اكتر للبشره الدهنيه. اول حاجه ستارفيل، المكون الرئيسي فيه هو تي تري اويل. لو بشرتك دهنيه معرضه للحبوب او مختلطه مايله اكتر للدهنيه هيبقى مناسب معاكي. الناس اللي بشرتها بتزيت قوي في الصيف هيبقى مناسب معاها قوي، لان في ناس اشتكت ان هو شويه بينشف بشرتها، وفي ناس برضو اشتكت ان هو شويه طلع لها حبوب بعد ما استخدموه. انا استخدمته وكان كويس معايا. بعد كده جنادور، ده مناسب برضو للبشره الدهنيه المعرضه لحب الشباب والبشره المختلطه المايله اكتر للدهنيه. داخل في تركيبه الساليسيليك واللاكتيك اسيد، فبيعمل زي تقشير خفيف كده في البشره. بعد كده التوبي جنت سيبم، هو فيه براش سيليكون بتساعد في تنظيف البشره. هو السائل اللي فيه لما بتضغطي عليه بيتحول لفوم من فوق، فبيسهل معاكي عمليه تنظيف البشره. برضو مناسب للبشره الدهنيه المعرضه لحب الشباب والمختلطه المايله اكتر للدهنيه. بعد كده التوبي جنت ديليكت، ده مناسب اكتر للناس اللي بشرتها حساسه، الناس اللي بشرتها فيها احمرار او حاجز البشره عندها متضرر او عامله اي بروسيجر في وشها، سواء بيلينج او ليزر او اي حاجه كده، ومحتاجه غسول خفيف للبشره ويبقى مناسب للبشره الحساسه، فده هيبقى حلو قوي معاكم. توبي جنت ديليكت كلينسر. واخيرا مويست وان كلينسر، هو قوامه كريمي، بيبقى مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه واللي بشرتها عاديه. بيسيب البشره نظيفه ومترطبه حلوه جدا.